كنظن بان كلشي شاف الدراري كيشطح كيدير حركات متناسقه وواعره. هادشي اللي خلات الفيديوهات ديالو يمشيو فايرال وكيدير مع واحد اوني سميتها يوم بلاك اند ريش. المنشوفه ديالو كيخليك تندهش من داكشي اللي كيديرو، انه كيبقى واقف من فوق الفلوكه وستابيليزي بواحد الطريقه احترافيه. واش هذا هو السبب اللي كيخليه يولي ترند يولي حتى تشالنج بريلي الانستغرام وتيك توك؟ فهاد الفيديو غادي تخرج فاهم القصه الكامله. خلونا نبداو. الدراري ما تنساوش ديروا واحد لايك، تابوناو في لاشين. شي واحد الكونسيبت اللي هو زوين بزاف من غير ستوري تايم اللي غادي يكون في الحلقه الجايه. غادي يكون واحد نديرو بزاف ديال الفيديوهات اللي فيهم كيفاش تدخل اول دولار ديالك من الانترنت. فابور ما نقول لك لا كود برومو دخل ابليكاسيون حيت انا كنت داكشي غادي نعلمك كيفاش تدخل اول دولار ديالك كذا بالدليل، وغادي نخدمو داكشي بجوج بلي سيت كيفاش خدم كلشي. الدراري ما عليك الا تابونا في لاشين ودير لايك باش يوصلك كل جديد، وموتيفيونا الدراري باش نديرو هاد الكونسيبت. يلا سير جيب كونسوماسيون ديالك ماكله او شراب وجي معنا تفرج فيديو من الاول حتى الاخر. خلونا نبداو. البطل ديال القصه ديالنا سميتو رايان الكانديخا، عنده 11 عام وكيعيش في واحد المنطقه في اندونيسيا سميتها ريو وسط الغابات والانهار. ديك الجهه عندهم واحد التقاليد قديمه، كل صيف كيديروا مهرجان كبير سميتو باكو جولار اللي هو سباق قوارب خشبيه طويله بزاف فيها العشرات الناس كيجدفوا في شهر كيكون في شهر 8 اللي هو هاد الشهر اللي تحط لكم فيه الفيديو. ولكن المفاجاه ماشي المجدفين هما اللي سرقوا اضواء هاد العام، ولكن رايان اللي كيلعب دور دوغا كلوان. شكون هاد دوغا كلوان؟ هو الدري كيوقف في مقدمه القارب كيدير حركات وكيحمس الفريق وكيحاول يعطيهم الطاقه بحال اللي هو الكابتن الروحي ديال القارب. دار البوز في واحد السباق كان رايان لابس لباس تقليدي وكيوقف فوق القارب وكيهز يديه بطريقه هادئه وثابته. تحركاته كانت فيها واحد الثقه خطيره، لا خوف لا تردد. واحد السيد صورو شويه شاف فيديو تبارطاج على تيك توك مع الموسيقى اسمها يونغ بلاك اند ريش، ومن تما بدات البوم. في تيك توك سميات بحال داز اورا فارمن برو فارمن كونفيدنس كيتس سيم وينينغ سبيريتوال انرجي. ولات كتبان بزاف الناس بداو كيردوا هذا هو الاورا الحقيقي. الناس كيقارنوا بشخصيه انمي شينويز من ناروتو بابطال مانغا غير لان كيخرج طاقه هادئه وقويه. وباش تعرفوا الاخوه بان هذا الفيديو تحط في شهر واحد ولكن ما دار بوم ودار حتى شهر يونيو. ديال رايان كان مجرد قبل الشهرة كان مجرد دري بسيط كيتعلم الرقص التقليدي وكيمشي مع العائله ديالو مهرجانات. والده وجدو كانوا كيجريو في هذا السباق من زمان، يعني راك عارف التراث العائلي. بعد الشهرة داو ليه لقاء مع الصحافه ولا سفير ثقافي للشباب في ولايه ريو، طلب منحة دراسي من الحكومه ولاو عنده الاف متابعين في انستغرام وتيك توك. والمثير هو راه مازال صغير ولكن كيبان كبير بزاف. كان في واحد الفيديو كيهضر بكل هدوء وقال انا فرحان لانني خليت الناس تعرف ثقافتنا وماشي غير ترند. وشحال من طفل غادي يقول هاد الهضره كليك بزاف. الرساله وصلت لينا من القصه ديال رايان كتعلمنا بزاف ديال الحوايج. الشهرة ماشي ضروري تكون بالغناء ولا التمثيل، ممكن غير بحركه وحده صادقه توصل للعالم كامل. ثقافتك تراثك وحتى تقاليد بسيطه في بلادك ممكن توصل للعالم الا عرفتي كيفاش تبرزها. هذا المصطلح اورا فارمر راه ماشي غير هضره، هو فعلا نوع من الحضور كيجي من داخل ثقافه الصبر والتركيز. وهذا الدراري هنا فين وصلوا لنهايه الفيديو. هذه كانت قصه اورا فارمر كيدز، البطل الصغير اللي خلى ملايين يتفرجوا فيه وكيحاولوا يقلدوه. كتبوا لي في الكومنتات شنو هي الحاجه كتخليكم تحسوا بالقوه انتخاب راسكم، شنو كيتسالكوا اورا فارمر ديالنا في المغرب. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب حيت كاين بزاف ديال القصص بحال هذه جايه في القناه. popping like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something.